كبرتي وبقيتي عروسة، مفيش لعب في الشارع، الفوطة دي محدش يشوفها معاكي، عيب. ما تكلميش ولاد، مفيش نزول بحر بعد كده، ما تقوليش لحد انك تعبانة، اوعي تجيلك وانتي صايمة وتفطري قدام الناس. كفاية، هو ايه اللي حصل لي؟ ليه ده كله؟ ما تخافيش، كل الحكاية إنك كبرتي شوية ووصلتي لسن البلوغ وبدأت عندك الدورة الشهرية. يعني ايه؟ يعني في تطورات بتحصل وهتحصل في جسمك عشان ينمو بشكل صحيح، وتقدري في يوم من الأيام تكوني مستعدة للحمل لو قررتي تتجوزي وتخلفي. من دلوقتي ولسنين كتير جاية، كل شهر جسمك هينتج بويضة جديدة عن طريق جزء منه اسمه المبيض. البويضة دي بتستقر في بطانة الرحم اللي بيشيل الجنين جواه في حالة الحمل. لكن لو مفيش حمل، بطانة الرحم بتخرج في شكل دم. دم؟ أيوة، لكن دي حاجة طبيعية وصحية تماماً وبتحصل لكل البنات، ما تخافيش منها. امال ليه ماما مخوفاني منها؟ مامتك ممكن تكون مش عارفة تشرح لك الموضوع إزاي، وخايفة عليكي علشان هي ما توفر لهاش مصادر معلومات علمية وسهلة عن الموضوع. المشكلة يا هند إن ناس كتير عندهم معلومات غلط عن الحيض والدورة الشهرية، فاكرين إنها ممكن تمنع الست إنها تشتغل في مهن معينة أو إنها تلعب رياضة، أو بيتعاملوا معاها على إنها حاجة عيب ولازم تستخبى. لكن انتي تقدري تعرفي أكتر عنها.